يا مساء الفل والجمال وكل حاجة حلوة على عيونكم. النهاردة هنعمل طريقة حلوة قوي للملوخية بالأرانب. طريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله هتعجبكم. تعالوا نصلي على النبي وهنبتدي الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقول بسم الله عشان نشوف الطريقة، وعايزة بقى لايك واشتراك وفعلوا لي كده الجرس عشان خاطر ايه تفرحوا قلبي. ربنا يفرح قلبكم. هنقول بسم الله. طبعا زي ما انتوا شايفين معايا أرنب مقطعاه. هتقطعيه زي ما انتي شايفة الصدور والوراك وتقطعيه جزل كده، وهتغسليه غسلة حلوة نظيفة، ملح وليمون، وتنقعيه كده في محلول مية. عايزة تنقعيه من بالليل، عايزة تنقعيه قبلها بساعتين. المهم تغسليه غسلة محترمة وتخليه معاكي ايه زي الفل، وتجيبي مصفى وتسيبيه يتصفى. وبعد كده هنجيب حلة هنحطها على النار زي ما انتوا شايفين، حلة على النار ومعلقة حلوة كده سمنة بلدي. عندك سمنة اي نوع انتي بتحبيه، بس طبعا السمنة البلدي لا يعلى عليها. والارنب بعد طبعا ما صفيناه وغسلناه وخليناه زي الفل هننزل بيه على النار. هياخد كده تشويحة حلوة وش وظهر. الاول احنا لازم ندي الارنب كده تشويحة زي ما انتوا شايفين. انا نزلت على طول على السمنه البلدي. انا ساعات ايه بحط الاول ورقه لورا كده وواحده حبهان، ايه تدي الاول التيست بتاع الريحه. بس انا حطيت بصراحه على طول الارنب. بس انتوا إيه حابين تعملوا كده زي ما انا ما بقول لكم، انا بعملها بالطريقه دي دايما. حطيته وهحط عليه بعد كده الخضار بتاعه. بس انتوا زي ما انتوا شايفين انا نزلت بالارنب كده رصيتهم. وبعد كده هعمل رشه فلفل اسود زي ما انتوا شايفين، رشة فلفل اسود كده عليه. وبعد كده هيبقى رشة ملح برضو خفيفة. و... وطبعا الكتل بيسخن، حاطه ميه عشان خاطر ايه هي اول ما الدنيا تبقى تمام هنزل عليه ايه بالميه. بس طبعا انا حطيت ملح وفلفل اسود زي ما انتوا شايفين، وهو ايه براحته خالص على النار. طبعا النار بتكون عالية. إيه وهنا بقى بقلب بقى الارنب معاكم. هو اول ما هيبتدي ياخد تشويحة اهم حاجة تكون النار عالية، عشان خاطر يتشوح معاكي بسرعة وياخد لون الجلد. فانتي شوحيه وبعد كده انزلي ببصلاية متقطعة، طماطمية متقطعة، ورقتين لورو، واحدتين حبهان، وتسيبيهم كده ايه ياخدوا ويدي مع بعض كده بشكل ودي مع بعضيهم. والكاتل طبعا زي ما احنا قلنا. وبعد كده هنبتدي ننزل بالكاتل عليه على طول ونسيبها ونغطي عليه ونسيبه بقى. اول ما يغلي هنوطي عليه وبعد كده ايه مش بياخد نص ساعة معاكوا، ساعة الا بالظبط، وبيكون زي الفل وتطلعيه. هنا بقى جايبة حلة هنعمل شوية ملوخية ناشفة كده ايه حاجة كده قمر. جبت حلة حطيت فيها معلقة سمنة بلدي. اول ما سخنت هنزل بيها بالثومة. انا بحب بصوا يا جماعة انا بعمل طريقتين للملوخية. الطريقة الاولانية زي ما انتوا شايفين كده بشوح لها الاول تومة حلوة. عايزة تعمليها حامية سنة قرن فلفل كمان معاها، وعلى طول في الكبة في الهون زي الفل، وانزلي على السمنة البلدي. اول ما يبتدي ياخد اللون في الاخر بروح نازلة بالكزبرة. و... وبس عايزة احط فيها مثلا شوية ملح، حاجة بسيطة. كده كده الشوربة بتاعتي مظبوطة وحاطين فيها الملح بتاعنا. فاول ما هياخد اللون الجولد بنزل على طول يعني ما تكتريش شوربة لغاية ما تحطي الملوخية بتاعتك، علشان خاطر ما تبقاش ايه ما فيهاش عرق. زي ما انتوا شايفين كنت مظبطه، عملت الملوخيه، عملت شويه ملوخيه ناشفه كده. دي كنت جايباها من مطروح. عايزه اقول لكم طعمها خطير والله يا جماعه، تحفه. كانت بس ايه محتاجه ان انتوا تدوقوها. الأرانب يعني ملوخية، وملوخية يعني أرانب. طبعا الملوخية في أي حاجة يعني مش بس أرانب، بس هي معروفة ملوخية بالأرانب. أنا بصراحة بدل هاكل أرانب وخلاص يبقى جنبيها طبعا ملوخية. تعمليها بقى جنبيها رز، عيش بقى اللي انتي تحبيه. طبعا زي ما انتوا شايفين هي أول ما بتبتدي تغلي كده مع نفسها ما بسيبهاش تغلي كتير. أول ما هتغلي هطفي عليها خلاص، وما بتتغطاش عشان خاطر ايه ما تسقطش يعني في الحله. ما بتتغطوش. طبعا هنا خلاص الارنب بتاعنا استوى وبقى زي الفل معانا. هجيب بقى طاسه على النار، حطي بقى الماده الدهنيه بتاعتك، زيت، سمنه، زبده اللي انتي تحبيه. واول ما هيسخن معانا هنزل على طول بالارنب بتاعي. هنشوحه يمين وشمال وهنخليه زي الفل. وبس أكلة حلوة جدا يا جماعة ومفيدة جدا لأي حد مريض. ربنا يشفي مرضانا يا رب
ومرضى المسلمين أجمعين. فحلوة جدا والأطفال بيحبوها لو عملتوها بطريقة حلوة. بجد كانت أكلة جميلة وخفيفة. فيا رب يكون الفيديو عجبكم وأكون خفيفة على قلبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.